نيجي بقى للجزئية التانية هنا، هوريكم برضو حاجة فيها كده. ده شباك المناولة اللي عندي على الريسبشن على طول. دي الاطباق اللي بنحتاجها على السفرة، ودول الملاحات. ما بحطش هنا لفظات ولا حاجات، لاني بخرج الاكل من هنا، بحب برص الاكل هنا وبعدين بحطه على السفرة من بره، فما بحبش اشغل الرخامة دي باي حاجة. هنشوف الاول الضرفة اللي فوق دي اهي، دي فيها العلب البلاستيك، بس انا بحطها من غير غطيان عشان احطها في قلب بعضها، وبحط الغطيان لوحديها اهي على جنب اهم. فوق هنا في بقيه العلب برضو البلاستيك اهي، وفي اطباق ازاز كده حطها في قلب بعضها لما بعوز استخدمها احيانا في حلويات، في حاجه بنزلها. دي اول ضرفه هنا اهي، هوريها لكم برضو من فوق. بصوا اهي، مش عارفه ظاهره ولا لا. جنبها هنا دي 3 وحدات كده ما بينهم فواصل ازاز، حاطه في الاولانيه كاسات، وحاطه قدامهم الفازات الصغيره دي من ضمن برضو الحاجه اللي اتدهنت مع البطرمانات. هحاول ابقى انزل لكم الفيديو برضو تشوفوه. هنا دي اطباق صغيره، واطباق تانية زي بولات كده بحتاجهم في الشوربه، حطهم جنبي هنا برضو اهم. ودي كاسات ايس كريم او سلطه فواكه. دول ال3 وحدات دول اهي. دي الوحده اللي فوق اللي فيها الكاسات، ودي اللي فيها كاسات الايس كريم او سلطه الفواكه، وهنا حاطه الاطباق الصغيره دي وسلاطين الشوربه. هوريكم دلوقتي في الضرفتين دول ايه اهم. دي المطبقيه، حاطه هنا الكوبايات اهي، وهنا ده الصيني اللي بستخدمه كل يوم، يعني ده الاستهلاك اليومي. في ناس بتسميها مطبقيه وفي ناس بتسميها الرشاقه، لكن هنا في القاهره بنقول عليها مطبقيه اهي. بصوا كمان ليها من هنا درج بيتصفى فيه اي حاجه، يعني لو حطيت اطباق فيها ميه او فيها حاجه بينزل هنا. بعد كده بخرج الدرج ده وبغسله وبنشفه كويس وبحطه مكانه تاني اهي. تعالوا بقى نشوف الرخامه هنا عليها ايه. كنت حاطه هنا حامل كده بيتحط عليه كاسات وكوبايات، بس حسيت ان هو هيضيق لي الدنيا لان الرخامه عندي صغيره مش كبيره، فبحاول استغلها اخليها فاضيه عشان اعرف استغلها وانا بنظف الحوض، وانا بعمل طبيخ، بقطع حاجه، فبحتاج كتير الرخامه. كان الحامل بتاع الكاسات ده خارج لغايه بره كده ومحطوط فيه كاسات وكوبايات، كنت حاسه ان هو شاغل لي الدنيا فشيلته من هنا. حاطه هنا على الرخامه الحاجتين اللي بستخدمهم كتير جدا، هما الخلاط والكبه. هما دول بصراحه بس اللي بستخدمهم في المطبخ، ما بحتاجش حاجه تاني. العجان لما بعوزه بس ساعه ما بعمل عجين ولا حاجه بطلعه، وانا وريتكم الضرفه بتاعته. دي بقى الازازه دي صديقتي جدا، دي دي فيها شويه من بريل المواعين وحوالي نص كوبايه خل ومزوداهم ميه. دي معايا على طول دايما برشها على الرخام، وبعد اي استخدام، بعد تقطيع حاجه، بعد تنظيف خضار، بعد اي حاجه بروح رشاها وملمعه بيها الرخام. الخل بيعقم الرخام وبينضفه، فدي معايا على طول هنا. اول ما بتفضى بملاها تاني على طول. دي الصواني اللي انا جبتها من الازهر ووريتها لكم في فيديو المشتريات، حطها كده للاستخدام بتاعنا احنا يعني. نيجي بقى عند الحوض. ده الحوض بتاعي اهو. في هنا في دي اهي، بحط في بتشال دي كده، واحط هنا المسحوق اللي هو البريل او سائل المواعين، وبضغط عليها كده بتروح منزله، بس هي ما فيهاش دلوقتي، فاضيه. دي بتاعه السكاكين، ليها علبه لو نزل فيها ميه او اي حاجه بطلعها وانشفها كويس وارجعها تاني مكانها.
السفنجه دي بتاعه الكوبايات حطها لوحدها اهي، لما باجي اغسل الكوبايات بستخدمها. دي مبشره لسه جايباها، لسه ما استخدمتهاش خالص. الحوض بقى هنا مش هو كده بس، لا اهو ليه حاجات تانية بتتحط عليه. انا حطها فوق التلاجة كده في المصفى دي بتاعته، ممكن تنزليها تحت شوية اهي. وفي كمان ده اهو، دول جايين مع الحوض. لما بكون بغسل خضار او بنضف او اي حاجه فبملى ده ميه وبنقع فيه الخضار، لان ليه اهو سداده كده يعني. بملاه ميه وانقع فيه الخضار اللي انا عايزاه. ما بكون بغسل فاكهه احيانا بحط ده واصفي فيه، يعني لما بحتاجهم بحطهم، بس مش دايما بستعملهم، فعشان كده بعينهم وحطهم فوق التلاجة. دي برضو جايه مع الحوض وعلى مقاسه برضو بتتحط كده اهي، بتبقى حلوه قوي بقى في تقطيع الخضار هنا على الحوض وتنظيفه على طول. نيجي بقى للمنظم ده اهو. دي طبعا مصفى اللي فوق دي مصفى كده زي المنخل، بحطها كده بس بصفي بيها هنا. نيجي بقى لده وهوريه لكم فيه ايه، هجيبه لكم بعيد شويه كده عشان تشوفوه. انا كنت حاطه الاول اللي هي صفايه المعالق الصغيره دي، كانت واخده المعالق بس، ودول كنت حطاهم في الدرج. كانوا كل شويه يكركبوا الدنيا وحاجه مش لاقياها او حاجه عاوزها كل شويه اروح افتح الدرج كده، بقوا جنبي. انا مقسماه من جوه، هوريكم دلوقتي مقسماه ازاي. كل حاجه في مج لوحدها اهو. اهم بصوا اهم 3 مجات، كل حاجه لوحدها في مج. المعالق لوحدها، والحاجات دي والحاجات اللي هناك دي برضو كل حاجه نظمتها في مج لوحدها. بعد كده كل فتره بشيلهم وبغسل المجات كويس وبغسل المنظم ده وبرجعهم تاني فيه. بس هو احسن حاجه فيه ان هو مستوعب كل الحاجه على بعضها اهو. وبعدين المج الاخير بتاع المعالق اهو. زي ما انتوا شايفين كده خد كل حاجه وبقت جنب الحوض عندي. هنرجعها تاني مكانها. دي الفرشه بخليها جنب الحوض كده. ده الباسكت الصغير ده كان بتاع ايس كريم، بحط فيه سائل المواعين. ودي الليفه بتاعه الاطباق. ليفه الكوبايات انا بحطها لوحدها، او سفنجه الكوبايات يعني بحطها لوحدها. تعالوا بقى نشوف تحت في ايه. الاسود ده بلاطين من بلاط الارضيه بتاع الحمام، انا مخلياه هنا. احيانا بحطه على الرخامه، بحطهم الاتنين جنب بعض. بستخدمهم احيانا في التصوير بيغيروا الشكل، لان شكل الرخام ده بتاعه بيعجبني، فمخليهم كده عندي. بغسلهم كويس وبحطهم احيانا على الرخامه. اولا حجمهم اكبر من الرخام اللي عندي شويه وبيدي مساحه اوسع، وكمان بيبقى لونه حلو في التصوير. الدرج اللي تحت خالص ده فيه مفكات وعدد وحاجات اهو. هنا دي غسالة الاطباق بس الحجم الصغير فريش. في ناس كتير بيقولوا ان هي مش عمليه ومش حلوه، بس بصراحه هي شغاله معايا كويس، شغاله معايا بقالها كتير جدا وما فيهاش اي مشكله. معايا دلوقتي بقالها حوالي 10 سنين تقريبا وشغاله معايا ما فيهاش اي حاجه. تعالوا بقى نشوف الضرفه دي. الضرفه دي لما عملتها كانت عجباني قوي، بس طلعت مش عمليه خالص خالص، بس برضو استغليت فيها على قد ما اقدر. هوريها لكم اهي انا مستغليها ازاي. بصوا، اولا الاستانلس بتاعها ده لقيته صدى وبقى لونه يغير. رحت جايبه من عند الموان عازل، اداني علبه صغيره كده اسمها عازل.
قال لي ادهنيه، فدهنته وبعد كده دهنته بلون فضي علشان يديني يعني شبه الستانلس القديم بتاعه. بعد طبعا ما عزلته الاول عشان ما يصديش. حطيت فيه برضو الاحتياط عشان احتياطي يعني للامان، حطيت فيه دي اللي هي قطعه قماش كده بس هو خلاص من يوم ما اتدهن ما بقاش فيه اي مشاكل تاني عليه، ما بقاش يصدي ولا حاجه. ودول هنا هو حاطه فيه هنا مضرب البيض، وهنا دي القطعه بتاعه المطحنه، وديت بتاعه الخلاط اللي هي بفرم فيها برضو لو بصل صغير ولا حاجه. حطهم كده مع بعضيهم علشان يبقوا قريبين من الخلاط ومن الكبه اهم. ده الرف اللي تحت. ده سلك ألمونيوم انا بجيبه بقصه وبعدين بكوره كده قطع صغيره علشان لما اجي استعمله اسحب منه على طول، ما يبقاش اقعد اقطع. يعني اول ما بيجي بجيب مثلا ربع كيلو من عند بتاع المنظفات وبقطعه حتت صغيره كده وبكوره على طول اول ما يجي وبخليه جاهز للاستعمال على طول. دي سفنجة مواعين، ده صابون، ودول منظفات، يعني عامله ده كده للمنظفات الدرج دوت. وهنا زي ما وريتهولكوا كده حاطه فيه القطعه بتاعه المطحنه والقطعه التانية بتاعه الكبه الصغيره ومضرب البيض. فحاولت استغله على قد ما اقدر لانه ما كانش هيتحط فيه حاجه تانية غير كده. نيجي بقى للضرفتين اللي تحت الحوض. الاول بصوا دي كده، دي هو عاملها لي كده زي فواطه احط عليها الفوط، بغسل الفوط بتاعه المطبخ بحطها هنا تنشف عليها. الضرفتين اللي تحت دول المفروض ان انا احط فيهم منظفات بس ولا حاجه، لكن انا للاسف عشان المطبخ ما فيهوش ظرف كتير فمستغلياهم حاطه فيهم الحلل اللي بستخدمها باستمرار. هوريها لكم دلوقتي. معلش الاضاءه هنا هتبقى ضعيفه شويه، هحاول بس اخليها لكم باينه. دول الضرفتين اللي تحت الحوض هم حاطه فيهم الحلل اللي بستخدمها استخدام يومي. طبعا دي الحلل بتاعتي من ايام ما اتجوزت، انا ما جبتش حاجه جديده، ما جبتش اللطقم الجديده اللي هي السيراميك والجرانيت والحاجات دي، ما جبتش منها. فانا بستخدم الطقم بتاعي الالومنيوم وطقم التيفال اللي انا متجوزه بيهم، فهم طبعا ادموا بس يعني كويسين، بستعملهم لغايه دلوقتي ما فيهمش مشاكل. بصوا العلبه البلاستيك دي مش عارفه باينه كويس ولا لا. جمعت فيها كل الغطيان علشان المكان، لما كنت بحط كل حله وعليها الغطا بتاعها كان بياخد مكان كبير جدا في الدرج، وكل شويه بقى الحلل تقع واحس ان في زحمه وفوضى كده في الدرج. فجبت العلبه البلاستيك دي وجمعت فيها كل الغطيان وحطيت الحلل في قلب بعضها كده علشان ما تاخدش مكان كبير. اهي هنا في كرتونه اهي حاطه فيها بقيه طقم الالومنيوم وطقم التيفال، الحاجات اللي مش بستعملها كتير. هركناها هنا في الكرتونه ديت وبخليها برضو قريبه مني علشان لو احتجتها اطلعها. ما بحبش احطها كده في الدرج عادي، بحس برضو ان هي زحمه الدنيا كده، لميتها كلها في الكرتونه ولما بعوز منها باخد يعني تبقى قريبه مني. وده طبعا جيركن الصابون اللي هو البريل بتاع المواعين. انا مهتميه بنظافه المكان جدا، في ناس كتير بتقولي ما ينفعش تحطي الحلل في الضرفه اللي تحت الحوض، بس طالما مهتميه بالنظافه وناشئ وما فيهوش ميه خالص يعني عمره ما نزل فيه ميه ولا حاجه، ودايما بخرجهم وانضف الدرج وادخلهم تاني، فخلاص طالما المكان نظيف وبتحافظي على نظافته باستمرار فممكن تستعمليه عادي ما فيهوش مشكله. وبعدين المطبخ زي ما انتم شايفينه ما فيهوش ظرف تانية تستوعب الحلل والحاجات دي، فانا حطيتهم هنا. ده بقى شباك المطبخ اهو. انا جبت قماش ليه وهعمل له ستاره ان شاء الله، اول ما اعملها هوريها لكم. بس المشكله ان القماش طلع قليل شويه، يعني انا كنت جايباه على اساس يكفي بس مش عارفه لما اتقطع ما كفاش ليه، فهشوف لسه اول ما اعملها برضه هوريكم عملتها ازاي، ولما اركبها هصور لكم المطبخ بيها بعد طبعا ما انظمه شويه بشويه منظمات من اللي انا جبتهم. اهو ده الشباك من بعيد اهو، هو الشباك بتاع المطبخ تقريبا في وش على طول شباك المناوله. شباك المناوله اهو، شباك المناوله اهو، وده شباك المطبخ على طول في الوش. فاضل معانا التلاجة اهو. ده هنا دي فريزر الاسكا اللي هو الخمسة درج اهو.
وعندي هنا التلاجة توشيبا اهي، دي التلاجة اهي. بعد ما جبتها في ناس كتير قالوا لي ان هي مش حلوة مش عملية، بس بصراحة هي شغالة معايا كويس مفيش فيها مشكلة. في ضرفتين فوق التلاجة اهم، دول حطيت فيهم المنظمات اللي جبتهم لغاية ما اظبط المطبخ يعني كده واوضبه شوية. في هنا بقى الحاجات البلاستيك اللي هي الشفاشق البلاستيك، المنظمات، الحاجات اللي جبتها جديدة وريتها لكم، حطيتهم هنا لغاية ما عاوزة استعملهم، يعني لما بعوز منهم حاجة بنزلها. ده زي ما وريت لكم كده الديب فريزر، حاطه فوقيه بس حاجة بسيطة كده. وهنا دول الحاجات بتاعة الحوض اللي وريتها لكم من شوية. في الجزئية دي لما باجي اصور الفيديوهات اللي بصورها بحط ترابيزة قدام الترابيزة دي كده، وبتبقى بمحاذاة الفرن على طول، وبصور عليها. عندي ترابيزة رخام بس انا مخرجاها دلوقتي علشان اعرف اصور لكم في المطبخ من نفس الرخام ده كده. علشان كده الفرن حتى الغاز مش بيبان، بيبقى متغطي عليه بالترابيزة اللي بحطها هنا. ودي الترابيزة اللي بحطها لما باجي اصور اهي، زي ما قلت لكم بتبقى تقريبا نفس ارتفاع الفرن، وبصور هنا اهو. ودي كانت جولتنا النهاردة في المطبخ، اللي حاولت اوضبه على قد ما اقدر علشان اعرف استغل فيه كل جزئية، لانه هو حجمه مش كبير، بس بشوية تنظيم بيستوعب حاجات كتير. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ان شاء الله لما احط الستارة بتاعة المطبخ واوضبه وافرشه برضو على رمضان هوريهولكم تاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم فيديوهات جديدة. مع السلامة.